واش الإخوان كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ هانين، تحية لكم جميعا. فيديو جديد، هو تتم الفيديو الأول متعلق بطريقة ملء الديسك الكرونو ديال المركبات. ودابا غادي ننطلقو على بركة الله. كيف ما كنشوفو هنا الجهة الخلفية للديسك، الجهة الأمامية كنت شرحتها لكم من قبل في الفيديو، وريتكم الطريقة كيفاش تعمرو الديسك بلا ما تحتاجوا لأي مساعدة. اللي ما تفرجش يرجع الفيديو الاول وراه غير لقى المعلومات كاملين. ودابا ان شاء الله غادي ننطلقوا بحول الله في الجهه الخلفيه للديسك. اسمحوا لي تعطلت عليكم لانني كنا في عطله، وان شاء الله دابا راه يلاه دخلنا. اليوم جبت لكم الفيديو الثاني باش نكمل المعلومات اللي كنت قلت لكم غادي نكملها معكم في الديسك الاول، او في الفيديو الاول ديال الديسك الاول اللي كنت شرحت لكم. المهم، كيف ما كنشوفوا هنا شريط زمني، هذا شريط زمني، وهاد الشريط الإخوان كيتكون من 12 ساعة فوق و 12 ساعة لتحت. بالنسبة ل 12 ساعة الفوق فهي خاصة بالنهار، والتحت خاصة بالليل. في الجوانب ديال هاد الشريط الزمني اللي كنشوفو كاينين رموز، وهاد الرموز الإخوان 4. فأول رمز كاين الدائرة، بطرقتين، المربع، ثم السرير. كل رمز الإخوان كيعني واحد المهمة كتقوم بها انت، يعني كيقوم بها السائق ديال هذيك المركبة. فنشرح لكم كل رمز باش نبسط لكم مزيان شنو هو كيعني كل رمز وشنو هو الدور ديالو. فكما كتشوفوا الإخوان، فالرموز هنا كاين الدائرة، وهي كتعني بأن المركبة راه غادية في الطريق، تحركت، يعني أن هاد السائق دابا راه غادي يصيد، صافي دار الديبار. بالنسبة لرمز المطرقتين الثاني اللي كنشوفو فيه، فهو كيعني بأن هاد السائق راه سير كيحمل السلعة أو كيفرغ في السلعة، كيدير في الباص، يبدل في البنو، المهم كيدير شي حالة من الحالات اللي هي خاصة بالمركبة. وهنا الدور ديال هاد المطرقتين أنه هو كيبينو بأنك انت راك داخل الخدمة، ماشي يلا جيتي من دارك ديماري تزتي، لا راك كاين في الخدمة، ولكن راك خدام في حاجة أخرى كتعلق بالمركبة ديالك. واضح؟ الرمز الثالث هو رمز المربع. هذا الرمز ديال المربع الإخوان هو كيعني أن السائق على أهبة الاستعداد باش ينطلق. إذن كتسنى واحد الفاتورة ديال السلعة، أولا مثلا ورقة الطريق أو رخصة الطريق، بحال دابا الحافلة ديال النقل الحضري فيديروت، أو بالنسبة للكيران رخصة الطريق، أولا ورقة ديال السلعة أولا لا، المهم شي ورقة اللي غادي تاخدها وتخرج تشد الطريق ديالك. واضح؟ الرمز الرابع والأخير الإخوان هو رمز السرير. هنا هذا الرمز كيخص وقت الراحة ديال السائق، يعني ملي كتوقف تبغي ترتاح كدير واحد. في القانون ديال السير الإخوان، اسمحوا لي غادي نطول عليكم هذا الفيديو. في القانون ديال السير كل ساعتين ونص كتريح ربع ساعة، ولا ما بغيتيش تقدر دير 4 سوايع ونص وتريح نص ساعة. كلشي واضح؟ بالنسبة للإخوان لهاد الأرقام اللي أنا وضحتهم لكم من الأول شنو هو الدور ديالهم، أنا 12 ساعة بالنهار 12 ساعة بالليل. فالإخوان هاد الأرقام هما كينوبوا على العمل ديال كرونو ديسك. في حالة إلا وقع العطب في الكرونو ديسك كنستعملو الشريط باش نحددو كل فترة زمنية على حدة. إلا بغيت ننطلق مثلا مع 4 مثلا كرونو ديسك، أنا بغيت نديماري
خسر ليا، ما عنديش باش غادي تحسب ليا المسافة. وياكم الإخوان ثم وياكم أنكم تخرجوا المركبة بلا ما تقيدوا المعلومات ديالكم في هاد الشريط، لأن هاد الشريط كينوب على الكرونو ديسك. فكيف ما كنشوفوا انا وضعت لكم واحد النقطة هنايا، فهذا مقابل مع الرمز ديال الدائرة اللي كنت قلت لكم بأنه كيتعلق بالانطلاقة. كندير النقطة ديالي هنا، إلا كنتي غادي مثلا وشفتي الكرونو ديسك انه راه ما خدامش ولا ما كيحسبش، كنوقف وكنخرج الديسك ديالي. في حالة ما إلا ما بقاش بغا يتحل ولا شي حاجة، كناخد ديسك اخر كنستعمل فيه المعلومات ديالي، وكنستعمل النقطة اللي أنا دابا وقفت فيها ونطلق. بحال دابا وقفتي الربعة، انتبهتي بأنك انت دابا جاي بانت لك الكرونو ديسك ما خدامش، وقفتي غادي دير مثلا الربعة أو الخمسة أو الستة، أو تشوف انت معاش وقفتي. هاد الوقفة كتحط نقطة هنا مقابل الدائرة، لأنك غادي تمشي وكتم غادي مثلا غادي تمشي واحد 3 تسوايع أو 4 تسوايع ونص وغتوقف. إذن غادي 4 تسوايع، إذن 8 ونص. هنا كيف ما كتشوفوا كنوقف هنا الإخوان. اش كندير؟ كنضرب هاد الخط من هنا بحال هكا هنا. وواحد المعلومة الإخوان، فرا كل مربع كيعني نصف ساعة، وكل مربعين كيعنيو ساعة. ملي كنوقف هنا الإخوان كنهبط، لأنني غادي نريح، أنا غادي نرتاح. كنهبط بهذا الخط بحال هكايا فين الرمز ديال السرير هنا. إذا عندنا 4 سوايع ونص. أنا ريحت. ملي كتريح نصف ساعة هنا، نصف ساعة هنا، شنو غندير؟ غادي نمشي نتوكل على الله ونكمل الطريق ديالي. إذا غنرجع لهنا وننطلق. مفهوم؟ وهاد الرموز الاخرين راه شرحتهم لكم الاخوان بلا ما نطول عليكم الفيديو. اي حالة من الحالات وصلت ليها غادي تهبط، سواء كنتي بالنهار او بالليل. واضح؟ هو المهم دابا هنا هاد الدائرة اللي كتشوفوا، هاد الدائرة الاخوان راه بالنسبة للحافلات النقل الحضري، نقل المستخدمين، راه الإخوان ما نظنش غادي يحتاجوها، لأنهم عندهم الوقت الكافي باش يعني يرتاحوا. فالنقل الحضري الطوبيسات فكيخرجوا من التيرمينيس، كيوصلوا التيرمينيس كيريحوا واحد 10 دقائق ولا هذا، يعني ما غاديش يحتاجوا هادي. حنا ما غيحتاجوهاش، انما شكون اللي غادي يحتاجها؟ غادي يحتاجوها الإخوان الناس اللي عندهم الشاحنات. أكترية كيتستعمل هاد الدائرة بالنسبة للناس اللي كيبدلوا من الشاحنات من شاحنة لشاحنة. فالإخوان من بعد ما كيكون عندنا المعلومات ديالنا اللي كنقيدو في القرص من القدام كما شرحت لكم في الفيديو الأول، هنا السائق راه ماشي غادي يبدل الديسك. الله يجازيكم بخير باش تكونوا واضحين وفاهمين أن راه إلا قعدتي تمشيتي وخديتي الديسك الأول وحيدتيه وركبتي ديسك جديد، فراك انت ارتكبتي جنحة ومخالفة، وغادي توقع في مشكل مع مراقبة الطرق من جميع المصالح ديال مراقبة الطرق، سواء الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مراقبة الطرق. تحية لهم جميعا. فإذا الإخوان هنا كيتعلق بأكترية بدوك الناس اللي كيخرجوا بشاحنة كيقيدوا المعلومات في القرص هنا، كيقيدوا المعلومات ديالهم كيف ما قلنا، ولكن راه غادي يخرج من كازا غادي يمشي للمحمدية، غادي ياخد شاحنة أخرى. هنا إخوان راه هاد الديسك راه خدام. علاش؟ لأن كيحكم على 9 سوايع ونص.
ملي كتوصل 9 سوايع ونص فراه باش تصنع هاد الديسك سالا المهمة ديالو. السائق راه كيوقف خصو يرتاح ومن تما يسد الديسك ديالو، في حالة ما إلا ما سدش فراه كيبقى يحسب ليه أن هاد السائق راه خدام، ما إلا ملي كيكون عندو هنا فراه كيتحسب ليه واخا يكون الموتور أو الكونطاك ساكت فراه الكرونو ديسك راه كيحسب لكم الإخوان. واضح؟ إذن كيف ما كنشوفو فهنا الإخوان بالنسبة اللي غادي يبدل المركبة، فهنا المعلومات اللي وضحت لكم كلها كتبقى عادية إلا حاجة، الكيلومتراج خاصو يتسد، الكيلومتراج خاصو يتسد. وصلتي للمحمدية خرجتي ب1000 مثلا، هنا نقولو 1105 مثلا، قطعتي واحد المسافة ديال 1135 هنا. إذا هنا شحال قطعنا 30 كيلومتر. واضح؟ أنا شرحت لكم هنا، هذا هو الحاجة الوحيدة اللي كندير فقط. يعني الإخوان كنشرح لكم بطريقة بشوية باش تكونوا فاهمين شنو خصكم ديروا، حيت هذا الديسك راه قلتها لكم في الفيديو الاول فراه ماشي ساهل، واللي كيستهن به وكيحسبه غير مجرد ورقة يخشيها تما يوريها للبوليس فراه هو غلط الإخوان. هذه راه واحد الشاهد، واحد شاهد إثبات على أي حركة كديرها، سواء كنتي في الخدمة وقت الراحة أو لا حتى في الطريق. واضح؟ إذا هنا كنجيو كما قلت لكم، فبالنسبة للجهة الثانية فوصلنا باش نتفاهموا، وصلنا طلعنا المركبة الثانية. إذا أشنو غادي نديرو الإخوان؟ هنا الإخوان هاد الدائرة أشنو كنديرو فيها الساعة ديال اللي غادي ننطلقو فيها. وكيف ما قلت لكم في الشريط الزمني فالدائرة كتعني أنك غادي تنطلق. صافي هبطت مع هاد الشاحنة مع 12:30، طلعت لهاد الشاحنة قلبت المسائل ديالي قاديتها، ركبت الديسك مسائل، غنقيد فيه التوقيت اللي انا غننطلق فيه، غنطلق مع الوحدة لاروب. صافي غادي ندير هنا 12:45 دقيقة. مفهوم؟ هنا الكيلومتراج اللي غادي ننطلق به، هنا الكيلومتراج اللي غنطلق به، وهنا الكيلومتراج ملي كنوصل للنقطة اللي غنوصل ليها، فاس، مكناس، اي مدينة غادي ليها. هنا كندير الكيلومتراج اللي وصلت به، هنا كندير المجموع ديال الكيلومتراج اللي انطلقت به من المحمدية او من اي مكان. هنا شحال ضربت. هنا الاخوان كنقيدو الماتريكيل ديال المركبة، هنا كنقيدو الماتريكيل ديال المركبة، يعني كلشي واضح وباين. بالنسبة لهاد الخانات او هاد الاسطور اللي كتشوفوا فيهم فنفس العملية، المركبة الثانية، المركبة الثالثة، المركبة الرابعة، نفس الأمر، نفس المسائل. يعني ديسك واحد كتخدم به 9 سوايع ونص فقط، اللي كنغيرو الكيلومتراج، ساعة الانطلاق، والرقم ديال المركبة. إخوان كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم،
ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. شكرا لكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.